السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين كده الروتين بتاع النهارده جديد جدا جدا جدا، بس روتين بالليل، هو شتوي بس بالليل. ليه بقى؟ قلت انا قاعده بالنهار فايقه ورايقه كده وموريش حاجه. جيت على بعد العصر قلت يا بنت ما بدهاش، قومي بقى اغسلي الهدوم واغسلي وشيلي السجاده وغسلت بطاطين وعملت حاجات كتيره. تابعوا معايا بس الفيديو للنهايه، ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، لو ما عجبكوش اتفرجوا عليه وخلاص بقى. ماشي. ولو انتوا بقى لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هنا البطاطين دي البطانيه دي انا كنت فرشه مكانها سجاده جديده وشلتها لانها اتوسخت خالص. والبطانيتين دول غسلتهم على ايدي في البانيو، نقعتهم يعني في البانيو، ورحت حطاهم في الغسالة اللي هي الفول اوتوماتيك. طبعا انا الغسالتين كنت حطاهم، وكان في واحدة بايظة وفي واحدة مش بايظة. اللي كانت بايظة دي الأوتوماتيك كان محشور فيها الشورت بتاع آدم، فأول ما شلته اشتغلت على طول، بقيت أعصر هنا وأغسل هنا. طبعا هنعمل بقى بالليل بعد ما خلصت الغسيل وغسلت البطاطين. قلت أعمل الكيكة اللي انت شايفينها دي. المقادير بتاعتها كوباية إلا ربع زيت، وكوباية سفن، مش سفن، اللي هو كنز بس برتقان اللي هي فانتا، وكوبايتين ونص دقيق وكوبايه لبن وكوبايه سكر. الكوبايات كلها مقادير واحده، يعني الكوبايه زي ما انتم شايفينها كده. لو المجات برضو المقادير نفس النظام ده. وكيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا. تمام، زي ما انتم شايفين المقادير قصادكم اهي. اعملوها بالظبط والله، ولا زودت ولا نقصت، هتلاقوها كيكه جميله 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 جدا وهش. طبعا وانا بعمل الكيكه كنت اتغدينا، كنت عامله فضلة خيركم كده كبده ولحمه راس، وشوحتهم ببصل وفلفل اخضر. اكله كده على السريع، وعملتها كتير جدا معاكم في القناه. فعشان كده يعني ما وريتكوش الطريقه، هو زي ما انا قلت لكم كده، بصل وفلفل وصنم، وسبته على النار كده لحد ما دبل. وبعد كده نزلت بالكبده وخلصتها. تمام. بعد ما اتغدينا بقى قلت اعمل لهم صينيه كيكه بالليل. زي ما انتم شايفين حطيت مج سكر ومج لبن، وحطيت 4 بيضات. مقادير الكيكة دي اقسم بالله مظبوطة 100%. انتوا هتشوفوا الكيكة في الاخر هشة وجميلة جدا جدا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. روتيننا كده روتين سريع، روتين خفيف، روتين شتوي. بصوا من الاخر، فاخر من الاخر، هيعجبكم. بصوا بقى، جبت ال4 بيضات وكوباية السكر وكوباية اللبن، وقلت اضربها بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين بالمضرب. بصراحة فرق معايا كتير، يعني انا كنت بعمل الكيكة مرة في الخلاط مرة في الكبة. بأمانة فرق معايا كتير جدا الهاند بلندر ده حقيقي يعني. ولو مش عندك فيه بقى خلاط تضربي فيه، في كبة ممكن تضربي فيها الحاجات اللي احنا اللي انا بعملها دي. كوباية فانتا دي انا كنت جايبة زي كنز بس فانتا. حطيت بقى كوبايه الا ربع، هو اتبقى مني الحاجات دي بس زودت سنه كمان، بتدي لون وطعم جميل جدا للكيكه. تمام. همسك بقى الفانيليا، كيس فانيليا في المكونات اللي انا حطيتها، والكيس التاني هحطه مع الدقيق. تمام. بيدي برضو ريحه ونكهه جدا للكيك، وبتضيع زفار البيض، انتوا فاهمين؟ اهو يا حبايبي بدي بقى بالهاند بلندر كده جامد، وبقعد بصوا اضربها على قد ما تقدروا تضربوا المكونات كلها في بعضها، يعني بتطولوا، فاهمين؟ بعد كده بقى لما ضربتها كده قيمة اكتر من 10 دقايق، رحت ماسكه حاطه الدقيق زي ما انتم شايفين. لقيت الدقيق بينطور، قلت لا انا هشيل الهاند بلندر كده المضرب، وهمسك المضرب اللي هو اليدوي، مضرب بايدي، انتوا فاهمين؟ هشيل. بصوا لما لقيتها بقت الدقيق يتعمل قلت لا هيبوظ كده وهيبهدل الدنيا. بصوا بيدي بهدل الحاجه اللي حوالين منها حوالين الطبق. قلت لا هشيله وامسك المضرب واضرب زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كده اسهل برضو، وفي نفس الوقت بيدي القوام الماما اللي هو ما يكلكعش مني. لو المقادير عملتيها كده بالظبط
هتطلع الكيكه منفوشه جامد، ومن جوه هشه كده وجميله. تمام. بصوا كده اهو، 2.5 كوباية دقيق بالظبط بالظبط. هحط بقى البيكنج باودر والفانيليا. تمام اهو يا حبايبي. بصوا حطيت كيس واحد بس فانيليا في المكونات، ولما حطيت الدقيق هحط بقى البيكنج باودر ده بينفش برضو الكيكه، هو والفانتا اللي هي كنز الفانتا، بينفش الكيكه برضو، بيخليها ايه هشه كده من جوه، بيرفعها يعني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب حبايب الفيديو يعجبكم بقى. لو انتوا لسه ما اشتركتوش انزلوا واشتركوا وفعلوا الجرس. تمام. حطيت بقى كيس الفانيليا التاني يدي ريحة كده للكيكة. بصوا القوام بتاعها، هو انتوا هتشوفوا نفس القوام ده بالظبط. لقيتوها خفت منكم، حطوا حبة دقيق صغيرة لو خفيفة. لو تقيلة زودي بقى يا اما اللبن يا اما الفانتا اللي انتوا شايفينها دي. انما نفس القوام، انا عايزة القوام ده اللي انتوا شايفينه ده بالمكونات اللي موجودة معايا. مسكت طبعا صينية زي ما انتوا شايفين، دهنتها دقيق، اسمه الاول زيت او سمنه زي ما انتوا عايزين في الجوانب، وفي القعر بتاعها من تحت بتدهنوها زيت. وبعد كده بتمسكوا حبه دقيق، بترشرشوا كده حبه دقيق وتمسكوا الصينيه، وبيبقى نفس المنظر اللي انتوا شايفين، اللي انتوا شايفينه ده. لو في ورق زبده تحطيه، لو ما فيش اعملي زي ما انا وريتك كده بالظبط، بيخلي الكيكه ما تلزقش في الصينيه من تحت. تمام. هنا كان في فقاقيع بسيطه كده، قلت ايه اما اضرب الصينيه واخليها تطلع اهو. بصوا، واخلي الفقاقيع دي تروح. تمام. بعد كده هحطها في الفرن انا ظبطاه ومخلياه سخن على 180. السخونية بتبقى على 180 الدرجة بتاعتها. لو الفرن بتمسكي العين بتفتحيها ازيد من نص بشوية، يعني ازيد من نص بشوية لو الفرن العادي بتاع البوتاجاز. تمام. وبتخليها على 40 دقيقة بالظبط. ده ريحني لان اللمبة بتاعته قايدة، وفي نفس الوقت في باب ازاز مخليني شايفة اللي جوه، وبرضو السخونيه كلها ايه بتبقى كاتمه زي ما انتم شايفين كده. اللمبه والبوتاجاز ما بيتفتحش، ما بفتحش الفرن خالص. تمام. هي رفعت اهو معاكم زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كنت عملت بصوا كبده ولحمه راس مع بعض، كبده عاديه. قلت بقى اعملها وناكلها ايه بعيش. انا طبعا مش هوريكم العمل لاني انا عملتها كتير جدا في القناه. مسكت بقى غسلت البوتاجاز وغسلت المواعين زي ما انتم شايفين اهو، خلصتها كلها. ده كله كان خلاص، كانت الساعة 8:30 9 بالليل. تمام. وغسلت بقى الكوبايات اللي هي بتاعت المقادير بتاعت الكيكة والصينية الصغيرة. بصوا الحاجات اللي هي الخفافي علشان ابقى نايمة فايقة. تمام. بصوا اهو، بصوا الكيكة رفعت ازاي، جميلة 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 بصراحة. هي كده قربت تبقى ايه، آه تبقى على الصفر. بصوا هي كده رفعت اهي، استوت من جوه من فوق ومن تحت. قبل الكيكه ب10 دقايق، قبل ما الكيكه ب10 دقايق، ايه بكم دقيقه، رحت ب10 دقايق او ب5 دقايق، رحت فاتحه السخن من فوق، فاتحه الشوايه يعني عشان تدي الوش اللي انتوا شايفينه الجميل ده. تمام. اهو يا حبيبي، مسكتها بقى اول ما طلعتها عملت الجوانب كده زي ما انتم شايفين، وقلت اقسمها بصوا بالطريقه دي. وبعد كده اشيل الخرطات. بصوا انا ايه، الخرطه كبيره وعاليه جدا والله، جميله 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 والله. بس اعملوها بالطريقه وبالمقادير المظبوطه فعلا، طلعت مظبوطه 100%. هتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده نفس المقادير اللي انا عملتها، هي موجودة معاكم يعني. بصوا لو انتوا مش فاكرينها راجعوا الفيديو تاني واعملوها. تمام. بصوا كده مرفوعة وهشة جدا جدا جدا، اقسم بالله ولا معجنة ولا فيها خفيفة حتى، ولا معجنة ولا فيها اي حاجة من الداخل. تمام اهو يا حبايبي. بصوا كده، بصوا اهي. بصوا حتى انا ده هي سخنة نار برفعها كده والله، حتى مش معجنة وخفيفة قوي يعني. انتوا شايفين بصوا اهي مديه الوش. بصوا بفتحها بصوا زي ما انتوا شايفين كده. كده حبايبي يكون الفيديو خلص معاكم. بالله عليكم ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش
ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه فضلا منكم وليس امرا. حطوا لي لايك. قلنا بقى نغرفهم كده، احطهم في كام طبق، بصوا الجمال هشة قوي. وقلنا نعمل كوبايتين شاي ونتعشى بيهم. كانت الساعة بقى ايه 10 بالليل يعني. تخلصت كل اللي ورايا وغسلت الغسيل ونشرت على الحبال وغسلت البطاطين ونشفتها. طبعا اللي ساعدني الغسالة الاوتوماتيك. وكده كنت خلصت الروتين معاكم. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله.